السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد على حضراتكم إن شاء الله. امبارح كنا اتكلمنا في فيديو عن مهاجم الأهلي الجديد وآخر أخباره، وقلنا إن خلاص مفيش موليكا ومفيش سوزا، ولكن في كلام برضو إن إدارة الأهلي لسه مكملة مع سوزا لحد آخر لحظة، وفي أخبار مؤكدة اتقالت امبارح إن النادي الأهلي احتمال كبير جدا يتعاقد مع جون إيبوكا، وحصل اتصالات بين كابتن محمود الخطيب ورئيس نادي سيراميكا كليوباترا بيطلب منه ضم جون إيبوكا لمدة 6 شهور إعارة بنية البيع. قال لك النادي الأهلي بدل ما نشتريه احنا ناخده تجربة 6 شهور ونشوف الدنيا فيها ايه. فأنا امبارح قلت اما انت هتجيب جون إيبوكا، طب ما تبص على مبولول وراجل هداف الدوري بيعرف يجيب أهداف من نص فرص، بالنسبة لي أرسى على الأقل من جون إيبوكا. فما كدبتش خبر وقعدت امبارح بالليل اتفرج على الاثنين عشان الاثنين قدامك يبقوا كتاب مفتوح، واعمل لك مقارنة كده في السريع منه بين الاثنين مابولولو وجون إيبوكا. مابولولو مبدئيا هو لعيب انجولي عنده 31 سنه، وحته السن دي هتفرق معانا كتير لو جينا نتعاقد معاه، ودي اول نيجاتيف بوينت في مابولولو. الراجل طوله 178 سم وبيلعب في نادي الاتحاد السكندري وبيلعب برجله اليمين. مابولولو السنه اللي فاتت مع الاتحاد السكندري قدر يلعب 32 مباراه وسجل فيهم 16 هدف، وقدر انه يصنع هدفين واحتل بال 16 هدف دول صداره ترتيب هدافي الدوري العام. طيب لما جينا نتفرج على ال 16 هدف دول، مابولولو قدر يسجل منهم 15 هدف من داخل منطقة الجزاء وهدف وحيد من خارج منطقة الجزاء. طيب بالنسبة للويك فوت او القدم الضعيفة للراجل ده، دنيتها ايه؟ الراجل بيجيب اجوان بشماله. من ال 16 هدف قدر انه يجيب 4 اهداف بشماله، ومنهم تسديدات من داخل المنطقة وتسديدة واحدة بس كانت من خارج المنطقة. طيب الراجل بيلعب بدماغه كويس او دنيته ايه؟ اقدر اقول لك برضو ان من ال 16 هدف دول جاب 4 اهداف بدماغه. طيب لما بنتفرج ايه طبيعه اهداف مابولولو؟ طبيعه اهداف مابولولو متنوعه، من تسديدات ومن استلامات وبيقدر يلف وشه ويحط الكره في الجون، وتسديدات بيمينه وتسديدات بشماله ورأسيات، اهداف متنوعه من اماكن متنوعه من منطقه الجزاء. اقدر اقول لك ان الراجل ده مهاجم صندوق من الدرجه الاولى، ولكن يعيبه حاجه واحده بس، وهي ان عنده 31 سنه، فمش هيقدر يديك اكتر من 2-3 عشان يقدر يلعب معاك في التوب ليفل اللي انت بتلعب فيه. نروح للدبابه النيجيريه جون إيبوكا. جون إيبوكا هو لعيب نيجيري عنده 26 سنه، دي حته كويسه بالنسبه لنا في التعاقد معاه ان لسه لعيب صغير. طوله 178 سم وبيلعب برجله اليمين، وناديه الحالي هو سيراميكا كليوباترا. جون إيبوكا جالنا الدوري المصري في موسم 2020-2021 وتعاقد معاه نادي انبي في صفقه انتقال حر. لعب مع نادي انبي موسمين، قدر يلعب خلالهم 66 مباراه مع نادي انبي ويسجل معاهم 25 هدف. بعدها ينتقل لسيراميكا كليوباترا في صفقه كلفت سيراميكا كليوباترا 15 مليون جنيه، زائد احمد امين اوفا، زائد لعيب كمان معاهم اسمه اوتولا. راح جون إيبوكا لنادي سيراميكا ولعب معاهم نص موسم. النص الموسم ده احرز فيه 3 اهداف، وبعد النص موسم ده راح لنادي اهلي طرابلس وتألق معاهم تألق كبير جدا، وخاصة لفت الانظار اليه لما لعب في البطولة العربية كمان امام طلائع الجيش. طيب امبارح قعدت افصص لك عمك إيبوكا ده واتفرجت لك على 26 هدف لإيبوكا، 23 منهم مع انبي و3 اهداف مع سيراميكا كليوباترا. ال 26 هدف اللي انا شفتهم لإيبوكا قدر يسجل منهم 23 من داخل منطقة الجزاء، وسجل 3 اهداف من خارج منطقة الجزاء. وحط لي كده خط على ال3 اهداف اللي من خارج منطقة الجزاء لجون إيبوكا دول، لان جون إيبوكا بيمتاز بحاجة الراجل ده لو جه النادي الاهلي هتفيده جدا. امتى النادي الاهلي جاب جون من ضربة حرة مباشرة على طول في الجون من غير ما يسندها او من غير ما يرفعها لحد وحد يحطها بدماغه؟ اظن الموسم اللي فات النادي الاهلي ما جابش ضربه حره مباشره غير ضربه حره واحده بتاعه علي معلول في سيراميكا كليوباترا. طيب جون إيبوكا ده بيقدر يلعب الفاولات بطريقه احنا شفناها امام نادي الزمالك، ان الكره بتتسند له والراجل بسم الله ما شاء الله عنده عضله اماميه تقدر توجه الكره في اي حته. ولكن جون إيبوكا بيعتمد دايما في تسديداته سواء كانت من خارج منطقه الجزاء او من داخل منطقه الجزاء على القوه، ما بيعتمدش كتير جدا على الدقه. طيب الراجل ده الويك فوت بتاعته بتشتغل ولا دنيتها ايه؟ هو قدر يجيب جونين من ال 26 جون اللي انا اتفرجت عليهم برجله الشمال،
وقدر كمان يجيب جونين بدماغه. من برضو الفيديوهات اللي انا اتفرجت فيها على جون ايبوكا ان جون ايبوكا تقدر تعتمد عليه على طرف من الطرفين. الراجل كان بيقدر ينزل يستلم من الاطراف، وبقوته الجسمانيه يقدر يحط اي حد في ظهره ويعدي لك الكوره كمحطه، سواء من الاطراف او سواء من عمق الملعب. جون ايبوكا تقدر تعتمد عليه ولكن هيحتاج زي ما احنا قلنا مساحات اكتر من مابولولو مهاجم الصندوق. طيب الراجل ده في منطقه الجزاء بيعمل ايه؟ انا زي ما قلت لك هو بيعتمد على القوه اكتر ما بيعتمد على المهاره او على الذكاء. الراجل الكره بتجيله بيلطش، يقدر وظهره للجون يلف بالمساك ويحط الكره، ما عندوش اي مشاكل. الكره بتجيله يقدر يلعبها فريست تايم، ما عندوش اي مشاكل. من خارج المنطقه يقدر يعدي 1 على 1 بقوته وسرعته ويسدد، ما عندوش اي مشاكل. ولكن كونه ان هو يعدي 1 على 1 من بره المنطقه مع النادي الاهلي صعب، لان النادي الاهلي الفرق كلها اللي بتكون بتلعبه بتكتل دفاعي. نادر جدا لما تلاقي فرقه بتلعب النادي الاهلي دفاع متقدم. فجوني بوكا مش هيديك نفس اللي كان بيديه مع نادي امبي، ممكن يديك نفس اللي كان بيديه مع سيراميكا، ان هو لعب نص موسم وجاب لك 3 اجوان بس، لان برضو الفرق اللي كانت بتلعب سيراميكا جوني بوكا ما كانش بيلاقي المساحات اللي كان بيلاقيها مع نادي امبي. ولكن الراجل ده بيمتاز بالتصويب بعيد المدى، وبيمتاز بالقوه الجسمانيه اللي ممكن تميزه عن اي فيرود تاني بيقارن معاه. واحد يقول لي يعني انت رايك ايه، احنا نجيب جوني بوكا ولا نجيب مابولولو ولا نعمل ايه؟ اقول لك لو النادي الاهلي اتخير ما بين الاثنين دول، انا لو اتحطيت مكان مدير التعاقدات مع النادي الاهلي انا هبقى ميال لجوني بوكا. ليه؟ جوني بوكا سنه صغير عن مابولولو اللي سنه 31 سنه. هحاول ان انا اوظف جوني بوكا في منطقه الجزاء اكتر ما اخرجه من بره، واحاول استفيد من قوته الجسمانيه ومن الالتحامات بتاعته، ان انا اقدر اديله الكره في منطقه الجزاء ان هو يعمل لي محطه او يسندها على حد او يلف باللعيب ويحاول يحط جوان، وده عمله كتير جدا مع نادي امبي. وكمان لو تم التعاقد مع جوني بوكا لمده 6 شهور على سبيل التجربه، دي حاجه بالنسبه لي هتبقى كويسه جدا لاداره النادي الاهلي لو قدرت ان هي تعمل. قبل ما نختم بس الفيديو حابب اقول لكم حاجتين 3. جماعه معلش، واحنا ليه في النادي الاهلي بيتم التعاقد مع اللعيبه كده؟ طيب احنا عندنا قطاع ناشئين على اعلى مستوى يقدر يبرز لك لعيبه تقدر ان انت تتعامل معاها، تقدر ان انت تستخدمها كفريق اول. احنا ليه ما بنعملش كده مع اولادنا؟ يعني ليه ما بنطلعش لعيبه من قطاع الناشئين ونصبر عليها وتبقى هي النواه اللي تقدر تفوق النادي الاهلي او تفوق المركز ده في النادي الاهلي؟ انت كان عندك الموسم اللي فات احمد سيد غريب لما كان بيلعب، راجل كان بيلعب بدماغه كويس جدا، راجل كان محتاج بس صبر عليه. انا من وجهه نظري الراجل ده لو كنا صبرنا عليه، بدل ما هو دلوقتي وهو اعلم هيتعاقد مع مين، او تقريبا هو تعاقد مع فريق، ولكن الراجل ده ابن النادي كان ممكن نقف جنبه ونساعده ونطلعه. احمد ياسر ريان، مين فينا في الاولمبياد ما كانش بيتفرج وبيقول على احمد ياسر ريان ان ده مهاجم كويس جدا مع مصطفى محمد، وكان بديل كويس جدا لمصطفى محمد، لو كنا خدناه واثقلنا موهبته كان هيفرق معانا كبير جدا. ولكن احنا عندنا مشكله ان احنا ما بنصبرش. معلش، هو عماد متعب طلع منين؟ ما هو طلع من ناشئين النادي الاهلي. احمد بلال كان عندنا نفس الكلام، كان فيرود عالمي وتسمى كمان باحمد اجوال. لا، كان عندنا فراوده كتير جدا نقدر نعتمد عليهم وطالعين من قطاع الناشئين. عندنا دلوقتي زعلوك، احنا جايبينه من دجله، محمد زعلوك احنا جايبينه من دجله، مواليد 2004. الراجل ده لو ما تصعدش ولعب وخد مش هتلاقي فراوده. الفراوده دلوقتي بقى عمله نادره. فانت لو ما صعدتش ولعبت ناس من عندك واديتهم الثقه، مش هيكون لك او مش هيقوم لك قومه الايام اللي جايه، والانديه هتبيع وتشتري فيك زي ما هم بيبيعوا ويشتروا فينا دلوقتي في صفقه سوزا او موليكا او ايا كان. اخر حاجه ودي مهمه جدا، كان من شهر 2 اللي فات اتعين كابتن هاني رمزي في حاجه اسمها اكتشاف المواهب في شركه الكوره في النادي الاهلي، او بالانجلش سكاوترز، او اللي هم بيعملوا سكاوتنج عن اللعيبه في امريكا الجنوبيه وفي افريقيا. معلش، احنا من شهر 2 لحد دلوقتي ما شفناش اي حاجه جدد جديد، او لعيب جه او لعيب على الاقل اتحط العين عليه، او قلنا ان الناس دي رايحه تستكشف لعيبه في افريقيا او في امريكا الجنوبيه. انا لحد الان ما شفتش او ما طلعش اخبار اتقال ان الكلام ده بيحصل. معلش، هو الناس دي موجوده ليه طيب؟ يعني الناس دي موجوده عشان نقدر ان احنا نكون في الموقف اللي احنا فيه دلوقتي ومش عارفين نجيب مهاجم. الناس دي تكون موجوده، او الناس دي تديك حل، تقول لك لا يا باشا انا عندي مهاجم من امريكا الجنوبيه زي اللي كانوا بيجيبوهم صن داونز او اي فرقه ثانيه، اهو يا باشا اتفضل عندك حل. طيب، او عندي مهاجم تاني من افريقيا وراجل صغير شويه واحنا هنصبر عليه، بس اهو موجود، او عيني عليه. جماعه، انتوا عارفين الدنيا بتدور ازاي بره؟
الناس لما بتيجي تجيب فرقه، انتوا عارفين ليفربول قعد كام سنه عشان يجيب داروين نونيز ده؟ او قعد قد ايه يعمل سكاوتنج لداروين نونيز ويبعت ناس تتفرج عليه وهو بيلعب، وكمان اثناء نشأته عشان يكون موجود في المكان اللي هو فيه في ليفربول دلوقتي. الموضوع مش سهل، ولكن بيبقى فيه امارات. يعني بيقول لك احنا دلوقتي بنتفرج على لعيب وبنستنى اللحظه المناسبه ان احنا نتعاقد معاه، ولكن لحد دلوقتي ما شفناش اي حاجه، ما شفناش اي اكتشافات بتطلع من اللجنه اللي موجوده دي. اتمنى الافضل للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه، واتمنى موضوع المهاجم ده يخلص بقى، لان خلاص الواحد اتخنق. وان شاء الله ابقى اعمل لكم فيديوهات جايه بتشرح ازاي موضوع السكاوتنج ده يتم، او ازاي السكاوترز دول بيشتغلوا، عشان احنا نبدا ان احنا نشتغل زي الناس اللي بتشتغل دي. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما ننساش نعمل لايك وفولو للصفحه على الفيسبوك، ولو بتابعني على اليوتيوب ما تنساش الاشتراك في القناه ولايك للفيديو عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.